الخير على حضراتكم، يا رب تبقوا كلكم بفرحة وبخير وبسعادة على قد ما تقدروا. بإذن الله هحاول على قد ما أقدر في هذا المقطع إن أنا ما أطولش عليكم، لأن أنا أخدت بالي إن كل شوية أقول مش هطول وللأسف بلاقي نفسي إن أنا طولت. بس المرة دي أنا مش هحاول أطول لغاية أخرى، وهي إن أنا فعلا مش حابة إن أنا أحرق أبدا فكرة ولا قصة الفيلم اللي أنا هتكلم عليه دلوقتي. وده تقريبا يعتبر أول فيلم أنا أتكلم عليه في مقاطع رتوش عزبة. لأن أنا حابة إن انتوا تخوضوا تجربته من أولها لآخرها، سواء كانت الأدوات، سواء كانت الصورة، سواء كان الصوت، سواء كان التمثيل. كل حاجة أنا حابة إن انتوا تخوضوها بنفسكم من غير أي تأثير خارجي. أنا بس هتكلم على نقاط معينة فيه، مش أكتر ولا أقل. نقاط مش هتحرق أي حاجة على الإطلاق. هنا أنا بتكلم على فيلم ولنا في الخيال حب. اولا العنوان في ناس كتيره جدا فهمته بشكل خاطئ، وهي ان دي عباره خبريه ان احنا ولنا في الخيال حب زي كده ولنا في الخيال حياه. لكن الحقيقه ان هذا العنوان بالعكس هو استفهامي. هل يا ترى لينا في الخيال حب؟ فبالتالي هو بيتساءل هل ان احنا نقدر نجد سعادتنا والحب الحقيقي والقدره على الحياه من خيالنا فقط، من أوهام بينسجها عقلنا، ولا إحنا محتاجين إن إحنا نعيش الواقع زي ما هو في الحقيقة، وإن هي نرضى باللي ربنا سبحانه وتعالى بيديهولنا. ويعني ما نتطلعش لحاجة في الخيال هتبقى موجودة فقط في الخيال. بالعكس نستفيد بكل فرصة وبكل معطى من معطيات الحياة اللي حوالينا. ده السؤال بيطرحه الفيلم بشكل كبير جدا وبيدور حواليه تماما. من الحاجات اللي عجبتني جدا في الفيلم بعيدا عن القصة اللي هي أروع ما يكون، و يعني هي مقتبسة من باليه. هكتب لكم في الديسكريبشن اسم هذا الباليه لأن هو كان مكتوب في نهاية الفيلم، بس أنا للأسف نسيته وحابة إن أنا أقوله بشكل مظبوط. آه، تمثيل رائع، احمد السعداني ظاهر بشكل مختلف وشكل رائع، وانا بالنسبه لي صراحه هي يعني ضربه حلوه. لان هو يعني كان لسه قبليها على طول كان في فيلم اللي هو الساده الافاضل، وكان يعني بيعمل دور بلطجي، ويعني كان شخصيه بلطجي بشكل شيك كده، وكان مخيف جدا. مخيف بضحك كمان. فهنا بقى عمل دور انا بعتبر ان هو مختلف جدا، وبعتبر ان هو من ادوار عمره. ميان السيد وردة وجميلة، يعني خفيفة جدا، وتمثيلها حلو، يعني أقدر أقول إن هي من نجوم الجايين. عمر روزيه، الحقيقة إن ده أول حاجة أنا أشوفها له، واكتشفت إن هو كان بيمثل في حاجات كتيرة جدا قبل كده. لكن يعني ده أول فيلم يبرز فيه بشكل كبير. يعني فنان رشيق وعنده قدرة رائعة على التمثيل وقدرة رائعة على الرقص. فهو يعني برضو من الفنانين الممتازين. من الحاجات اللي عجبتني هي صورة الفيلم. الفيلم مليان ألوان، مليان طبيعة، مليان ورود، مليان شجر، مليان راحة نفسية. حتى الألوان موجودة في الفستان، موجودة في الشال اللي هي بتبقى لابساه، الشال اللي فيه شخصية تانية برضو محورية هتبقى لابساه ولبسها. يعني زهرة دوار الشمس وغيره كتير جدا. برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا هي لوحة ليلة النجوم لفان جوخ أو ذا ستاري نايت. موجودة في كل حاجة في الفيلم تقريبا، وبتدي بهجة وبتدي نقطة دفء كده غريبة جدا في كل لقطات الفيلم. برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا فكرة الرقص وفكرة الاستعراض موجود في كل لقطة في الفيلم، سواء كان في الحركات، سواء كان في المشاعر والاكسبريشنز، خصوصا من اللي هو من عمر روزيه ومن ميان السيد. فعلا روعة بشكل مش طبيعي. وفي نفس الوقت انا كنت حاسه ان احمد السعداني كان بيرقص، ولكن بشكل حزين، زي الطائر المذبوح اللي بي بيرقص وهو بيترنح وبيحتضر. فده كان برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا. الاستعراض رائع، فكرني جدا بفيلم نيويورك، اسكندريه نيويورك ليوسف شاهين. بس بصراحه انا مش من الناس اللي بتفضل اعمال يوسف شاهين باي شكل من الاشكال، لان الافكار دايما بتاعته انا شايفه ان فيها سموم كتيره جدا. فبالتالي انا بالنسبه لي فيلم ولا انا في الخيال حب ده يعني اعطى بديل رائع، بديل راقي، بديل
محترم، بديل مهذب لأفلام يوسف شاهين لو كملت سارة روزي بالطريقة دي. والممتع واللذيذ جدا ان ده اول فيلم روائي طويل تقدمه سارة روزي، فبالنسبة لي يعني شابو. واتمنى ان هي مش بس تكتفي بالفيلم ده، بل بالعكس ان هي ده يبقى بداية لسلسلة طويلة من افلام رومانسية وهادية وهادفة واستعراضية ومليانة حياة ومليانة دفء وحنين، يعني زي اللي انا شفته ده بجد من الافلام اللي فعلا highly recommended. ويعني بقالنا كتير ما شفناش فيلم بالرقي ده، فانا شاكرة ليهم جدا جدا كلهم على بعض. ميرسي جدا.